الراعي الرسمي للعزومات الفتة. الراعي الرسمي لأي عزومة بتعملي طبق الفتة أو سرفيز الفتة، بيبقى في نص السفرة كده وبيبقى واكل الجو. يلا بينا بقى النهاردة نشوف هنعمل الفتة بتاعتنا ازاي، واللي ما جربش الفتة بالطريقة دي قبل كده فايته كتير قوي. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا نبدأ باللحمة على طول. أنا هستخدم حلة الضغط لتسوية اللحمة، بس ممكن تستخدمي الحلة العادية على البوتاجاز. حطيت فيها مكعب زبدة ساح بالشكل ده، والحلة بتاعتي كانت سخنت طبعا. نزلت عليها باللحمة علشان أديها صدمة، ولازم طبعا الحلة تكون سخنت علشان لما بننزل باللحمة بتاخد الصدمة وتاخد اللون. وبعدين هنقلب فيها ونشوحها كده فوق وتحت وجميع الاتجاهات لحد ما تاخد لون من جميع الاتجاهات. فايدة الحركة دي ايه؟ بتخلي اللحمة بتاعتك تبقى واخدة لون كده، طالعة واخدة لون مش بس مجرد مسلوقة، وفي نفس الوقت بتخلي ما تنزلش او ما تطلعش ريمة كتير. بعد ما شوحنا اللحمة بتاعتنا هحط معايا بصلاية كبيرة، وهحط عليها التوابل بقى ملح فلفل اسود ورشة كزبرة، وهحط ورق لوري حبهان قرنفل جوزة الطيب. حطي المطيبات اللي بتحبيها في الشوربة بتاعتك، بس التوابل دي حلوة جدا. بحط المية بتاعتي لحد كلمة الماكس، ما بزودش. طالما في حلة الضغط ما تزوديش المية عن الحد المطلوب ليها. تمام كده؟ بتحطي المية بتاعتك وبقفل الغطا كده. اول ما الريمة بتطلع، لو خرجت ريمة بشيلها، ما خرجتش ريمة والحركة دي بتخلي الريمة ما تكونش موجودة اساسا، بقفل الحلة وبسيبها نص ساعة في حلة الضغط بتستوي وبتطلع دايبة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. معانا الحلة على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت ومكعب زبدة، وحطيت التومة بتاعتي. هحط عليها ملح وكزبرة، رشة من الملح ورشة من الكزبرة بالشكل ده، وهشوح التومة بتاعتي لحد ما تبدأ تاخد لون. هفضل اشوح فيها بالشكل ده، وهبقى مجهزة جنبي معلقتين كبار من الخل. انا حطاهم في الكوباية، بس ممكن تنزلي بالمعلقتين كده على التومة على طول. هوريكي دلوقتي. هنفضل نشوح فيها كده لحد ما التومة بتاعتنا تاخد اللون بتاعها يكون اصفر كده غامق شوية او بني فاتح، يعني مش عايزين نحمرها قوي. شايفين بالشكل ده؟ نزلت عليها بمعلقتين كبار من الخل، هتشرهم بيها كده وشمي بقى الريحة، ريحة الفتة الأصلية. الريحة تبقى قلب الدنيا حرفيا. بتعمليها بتقلبيها كده مع الخل، وبتنزلي عليها بعصير الطماطم أو بالصلصة، ويستحسن يكون عصير طماطم مش صلصة. أنا ما كانش عندي فحطيت صلصة، لكن يستحسن تعمليها بعصير طماطم. حطيت عليها كبشتين كده من الشوربة بتاعة اللحمة، وبعدين زودت الملح، ظبطت الملح بتاعي، وحطيت كمان رشة من السكر. هسيبها بقى تتسبك مع نفسها. وهنا بقى معايا العيش بتاعي بقطعه مكعبات كده، وهحمره في الاير فراير. ممكن تحطيه في صينية وتدخليه الفرن يتحمص في الفرن، ممكن كمان تعمليه في الزيت على البوتاجاز، بس يستحسن تعمليه من غير زيوت كده وتعمليه في الفرن او في الاير فراير. بقطع كمية العيش بتاعتي اللي انا عايزاها مكعبات كده، بدخلها الاير فراير بتتحمص، وبيكون العيش جاهز معايا. تعالوا نعمل الرز بقى. معانا الحلة فيها زيت وزبدة، بشوح الرز بتاعي لحد ما يبدأ يتغلف كويس جدا بالزيت. اول ما بتسمعي الرز بتاعك بيعمل صوت في الحلة، بيقرمش كده وسط جوه الحلة، بنبدأ بقى نزود الشوربة او المية. بس يستحسن طبعا تعمليها بشوربة. احنا معانا شوربة اللحمة، نعمل بيها الرز ونعمل بيها الصلصة، ونطلع احلى اكل من شوربة اللحمة بتاعتنا. بتفضلي تشوحي زي ما بقولك كده، خطوة مهمة جدا علشان الرز بتاعك يطلع مفلفل. لازم تغلفيه كويس جدا بالزيت. انا حاطة زيت وزبدة، وشرط اساسي انك تحطي زيت في الرز. حتى لو تعملي سمنة او زبدة لازم تحطي معاها معلقتين زيت علشان يطلع مفلفل معاكي. هنا بقى بزود الشوربة بتاعتي، وبغطي الحلة بتاعتي وبسيبها لحد ما يبدأ يتشرب بالشكل ده. بهدي النار خالص وبسيبه على نار هادية لحد ما يستوي براحته جدا. هنا كان الرز بتاعي كمان استوى كده. عملنا الصلصة وعملنا كمان الرز. تعالوا بقى هنا نحمر اللحمة بتاعتنا. هنا حطيت بقى زيت وزبدة، وحطيت اللحمة بتاعتي وسبتها تتحمر. افضل اقلب في اللحمة بتاعتي كده فوق وتحت وجميع الاتجاهات لحد ما تتحمر كويس جدا. على فكرة انا من العادي بتاعي ان انا بحمر اللحمة في الاير فراير، وممكن كمان تحطيها في صينية وتدخليها الفرن، بس العيش كان بيتحمص في الاير فراير وكنت عايزة اخلص الاكل بسرعة، فحطيته في الصينية بالشكل ده وحمرتها في الصينية بسرعة بالشكل ده.
هنا بقى اول ما بتاخد لون من جميع الاتجاهات برفعها، وكده يبقى الاكل بتاعنا كله جاهز. ونبدأ نغرف بقى واوريكم شكل الاكل بتاعنا عامل ازاي وشكل السرفيس طالع عامل ازاي. اللي مجربش الفتة يا جماعة فايته كتير قوي، جربوها بالطريقة دي وفعلا هتعجبكم جدا. هنا بقى حطيت الرز بتاعي على السرفيس، وهحط من حواليه كده العيش بتاعي المقرمش المتحمص، يعني سرفيس من الاخر روعة حرفيا. حطي بقى العيش بتاعك بالشكل ده. بعد ما بنحط العيش كله كده وبنيجي على الرز بنحط الصلصة بتاعتنا. وزي ما قلتلكوا الصلصة اعملوها بعصير طماطم مش بصلصة. انا ما كانش عندي عصير طماطم، ما كانش عندي طماطم يعني متاحة ان انا اعمل بعصير طماطم، فاستخدمت صلصة، بس الافضل تستخدمي عصير طماطم. تمام كده. بحط الصلصة بتاعتي كده على الرز بالشكل ده، وبعدين بحط عليها اللحمة من فوق كده في نص السرفيس بتاعي. بيبقى شكلها رائع، شكل السرفيس اصلا يفتح النفس، والطعم بأمانة جميل جدا، والريحة كانت جايبة اخر الدنيا. بصوا بقى بتحطي اللحمة كده، وبعدين هاجي بقى احط كبشتين صوص كده او صلصة على اللحمة بتاعتي كده من فوق. دلعي الاكل بتاعك كده بقى. وكده السرفيس بتاعنا جاهز. مسكوتش برضو لازم اجيب بقى حبة كده من البقدونس المجفف، او اي خضرة تكون عندك كده افرميها صغير ورشة كده على الوش. نحلي الطبق بتاعنا كده ونديله لون، نكسر اللون شوية. وكده السرفيس بتاعنا جاهز. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتقولوا لي ايه رأيكم في الفتة الجميلة دي. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل. وزي ما بقولكوا كل فيديو المسابقه لسه شغاله، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي علشان في ناس بتكسب معانا، واللي بيفوز بياخد 50 دولار. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.